السلام عليكم. اليوم غادي نعاود لكم واحد القصة، وهاد القصة ماشي للفرجة وإنما للعبرة. كان في عمري 17 عام، ما عمرني كنت كنحس براسي كبيرة باش ناخد قرار بحال الزواج. كنت كنفيق بكري، كنحط الكارطابل ديالي على كتافي وكنتسابق مع الوقت باش نلحق القسم. كنت نحلم غير بحاجة بسيطة، نكمل قرايتي، نولي معلمة ونفرح ماما اللي تعبات على رعايتي. ولكن الحياة في حي الشعبي في مدينة مكناس ما كانت سهلة، مصاريف كتيرة، بابا مرة يخدم مرة يجلس، وماما كانت كتخدم في الديور، وانا الكبيرة في خوتي. كنت كنحس بان المسؤولية كتسقط على كتافي قبل الوقت ديالي. نهار كان شي حد كيجي يكلمك على المستقبل، كنت كنسمعو كنحس باللي هاد العالم ما كيتسماش الاحلام، غير القرارات اللي كتفرض علينا والظروف اللي كنعيشوها. كنت كنحلم نهار نكون عندي استقلاليتي، غادي نخرج من الضيق، نحقق حلم صغير في حياتي. ولكن في ذاك الوقت ما كنتش عارفه شنو كيتسناني. كنت كنقرا في الثانويه، كنضحك مع صحاباتي وكنخطط لمستقبل زوين. كنت كنقول لقلبي نهار ننجح ونولي معلمه غادي نفرح ماما ونوريها باللي التعب ديالها ما ضاعش غير هكاك. كانوا عندي صحابات في القسم وكل وحده كان عندها حلم، ولكن كنت كنحس ان حلمي كيواجه حاجز كبير، المسؤوليه اللي كتضغط عليا قبل ما نكبر. كنت كنسمع ماما وهي كتقول ما عندناش الفلوس ولكن خاصنا نصبروا، وكنت كنحس بضغط بلا ما نقدر نهرب منه. وحتى في الليل كنت كنحلم بنفسي لابسه لباس ابيض، ماشي باش نولي عروسه ولكن باش نحس براسي كبيره ونقدر نعيش حياتي بلا خوف. كنت كنحلم بمستقبل بسيط، قرايه وعمل وراحه نفسيه ليا ولدارنا. ولكن الحياه ما كانتش غادي تسمح ليا نكمل هاد الحلم بلا صدمات. في واحد النهار جا واحد الشاب خدام ومستقر غادي يطلب يدي للزواج. الدنيا تقلبات قدامي، كنت كنحس براسي ما بين جوج طرق، الطريق اللي كنت بغيتها والطريق اللي المجتمع والعائله قالوا عليا هو الحل. كنت صغيره وخايفه ومازال ما نضجت باش نفهم كل شيء، لكن في ذاك الوقت خديت القرار اللي غادي يبدل حياتي كامله. نهار العرس كل شيء كان زوين، الزغاريد والضحك مع العائله والتصاور. حسيت براسي دخلت لعالم اخر، لبست لبسه بيضاء، بداو الناس يباركوا ليا. في داك النهار كنت كنحس براسي كبيره وكأن العالم كامل كيتفرج فيا. واحد الايام الاولى بعد العرس كلشي كان هادئ، كان كيضحك معايا، كيجيب لي الهدايا صغيره وكيقول لي كلام حلو، انت صغيره ولكن غادي نوقف معاك. كنت كنصدق هاد الكلام وكنحس براسي محميه وامنه. ولكن الحياه الزوجيه ماشي غير اسابيع ديال الفرحه، الحقيقه كتبان شويه بشويه، والابتسامه كتولي صعبه ملي كتولي المسؤوليه والواجبات على كتافك قبل ما تكوني ناضجه ليهم. من بعد شهور قليله بدا التغيير، ولا كيطلب مني نبقى في الدار ونحبس اي اتصال مع صحاباتي، وكيقول لي دابا انتي مرا خاصك تهتمي بدارك لا غير. قطعت قرايتي والكتب اللي كنت كنحلم نقراهم ولاو حجره في وسط كرتونه مسدوده. كنت كنشوف صحاباتي كيدوزو الامتحانات كيهضروا على المستقبل وانا واقفه في موقف واحد بالربعه ديال الحيوط بلا صوت. كان كيعلمني ببروده احيانا وهذا الشيء كيجرحني بزاف. كنبقى بوحدي في الليل كنحلم بحياتي القديمه، بحلمي اللي كنت كنخطط ليه قبل العرس. كنت كنحس براسي صغيره بزاف باش نكون مرا ولكن مسؤوله على حياه كامله. من بعد غادي يجي الحمل، الحب والامل اللي كنت كنحس بهم في الايام الاولى تبدلوا بخوف وتوتر. كنت مازال طفله ولكن وليت السهر والغثيان، تعب، المسؤوليه والوحده، وسير وسير وسير. كل نهار كان كيمر وانا كنحاول نكون قويه، كنحاول نحب الحياه ولكن الضغط كان اكبر من القوه ديالي.
هو تحت ضغط المصاريف، وأنا تحت ضغط مسؤولية طفل صغير. كل واحد فينا كان كيشوف حياته، ولكن ما كانش بيناتنا تفاهم كافي باش نتجاوزوا هاد المرحلة. كنت كنحس ان قلبي كيتكسر كل نهار، وكنشوف حلمي القديم كيولي بعيد بزاف. كان القلب ديالي كيغوت في راحة مريم اللي كانت كتضحك في الثانوية. المشاكل تزادت، الكلام ولا جارح بزاف، كل نقاش بسيط كان كيتحول لحرب. نهار قال لي انت مازال صغيرة باش تكوني مرا. في هذيك اللحظة فهمت كل شيء. انا ما كنتش فاشلة، انا غير كنت صغيرة باش نتحمل المسؤولية ديال الزواج. تما غادي يوقع المشكل الكبير، كلام جارح وصمت طويل والدموع بلا صوت، ومن بعد الكلمة اللي كنت كنخاف منها، كلمة الطلاق. رجعت لدار والديا ومعايا ولدي. نظرات الناس والهضرة كانوا صعابين بزاف، ولكن وسط الألم حسيت بشي ضرس كبير بدا كيكبر في قلبي. كنت كنشوف الناس كيهضروا وما صبرتش. صغيرة وما عارفاش تدبر دارها، وما كان حد عارف شحال كنت محتاجة كلمة وحدة تقول لي راكي غالطة، ولكن الحياة غادي تعلمك. كنت كنحس بالوحدة أكتر من أي واحد. من بعد الطلاق دازت عندي الأيام الأولى كانت صعيبة بزاف، وكل حاجة كتذكرني باللي ضاعت مني. الضحكات ديال صحاباتي والقرايه والحريه وحتى طفولتي اللي كنت كنحلم بها. ولكن وسط هاد الالم بدا شيء كيكبر في قلبي، هو الوعي. فهمت باللي الزواج المبكر ماشي الحل ديال اي مشكل او نوع المسؤوليه الكبيره، خاصه استعداد نفسي ونضج حقيقي. بديت كنقرا من جديد الكتب القديمه اللي كنت مخبيه في الكرتونه، وسديت عليهم، حطيتهم على الطاولة وبديت نراجعهم. حسيت براسي كنراجع نفسي، وكنكتشف بلي الحياة ما سالاتش، ولكن بغيتها تكون على طريقتي وماشي على طريقة الضغط والخوف. تعلمت بلي ماشي كل تجربة مؤلمة كتكون نهاية، بعض المرات كتكون بداية أقوى باش نتعلموا ونعرفوا قيمتنا. اليوم وأنا كنحكي قصتي وكنقول كل بنت صغيرة ما تستعجليش الحياة، خلي طفولتك تكمل، خليك تعرفي شكون انتي قبل ما تحملي المسؤولية الكبيرة. ولكل أب وأم بنتكم ماشي عيب، هي حياة كاملة خاصة حب ودعم وفهم قبل أي قرار كبير. القصة ديالي ماشي باش نخوفكم، ولكن باش تدخل القلوب ديالكم وتخلي كل وحدة تعرف باللي الطفولة ثمينة والقرار الكبير خاصو عقل وقلب وواعي. انا كنت عندي 17 عام، واليوم تعلمت بلي الاحلام الصغيره اللي كنت كنخطط ليها اليوم تقدر تولي واقع الغد، ولكن بلا ضغط وبوعي كامل. حتى وسط الالم كان درس كبير، الحريه في القرار، النضج في المسؤوليه، والامل في المستقبل هما اللي كيبينوا حياه الانسان. كنت صغيره بزاف، ولكن اليوم عندي القوه نقرر حياتي. طفل معايا واحلامي معايا، وكل تجربه حتى اللي كانت مؤلمه علمتني بلي القرار الصحيح ما كيجيش بالعجله، كيجي بالعقل والقلب مع بعض. وهنا كتسالي القصه ديالي. كنتمنى هاد القصه تنال الاعجاب ديالكم، دعموني بالاشتراك ولي لايك باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.